السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا سيدي. أنا بنت عمرها 14 سنة راح أصير، وأنا عايشة بدولة غربة. أنا عايشة بأستراليا، وأنا أمي ربتني على التربية حيل يعني زينة، يعني تعلمني على الصح والغلط، وأنا لبسي محتشم، وأنا أروح أصلي كل الصلاة، الواجبات والمو واجبات، وأنا أروح أصوم شهر رمضان، وهم أصوم أيام مستحبات، يعني أقرأ أحاديث كل يومية، أحاول أن أقرأ قرآن بالإنجليزي، وأحاول أن هم أروح أتعلم عربي عشان العربي مالتي مو كلش قوية. يا سيدي يعني عائلتي تعرف ان انا يعني اصوم واسوي كل هذا. انا يعني حتى لو اروح مثلا مدرسة اكثرتها اجانب ماكو وايد مسلمين، انا احافظ على ديني، ما اروح وياهم واسوي اشياءهم، او يعني مرات يمكن اغار، بس اروح افهم، اروح افكر هاي الدنيا ترى ما تسوى. فيا سيدي يعني انا حيل احب ديني، بس أنا كانت تجيني أفكار فجأة يعني سيئة. شكرا. ارفع صوتك. لا خلي اسمع صوتك، ارفع صوتك. أفكار أنا ترى أعتبر كافرة عشان هذني الأفكار، بس قامت تجيني سيئة عن الله سبحانه وتعالى وعن أهل البيت وآل البيت. يعني أنا ما أدري ليش قاعد تجيني ذني الأفكار، أتأذى حيل أتأذى منهن، يعني مرات ما أقدر أنام منهن، يعني أروح أصلي استغفار وايد علشان يعني أظل يعني ساعات وايدة أحاول، بس ما يروح. يعني أنا أتذكر العام كانت تجيني هم أفكار مزينة، بس ما كان عن الإسلام، كان يعني عن شيء ثاني. ورحت سويت دعاء للإمام الحسين عليه السلام إنه يشفيني من هالشغلة، والحمد لله إنه هو شفاني. فكل يوم هذا صار العام، والحمد لله شفاني، والحين صرت زينة من هالشغلة، والحين أصلي له ركعتين كل يومية. وهم أقول مو أنا سويت نذر هم أن أقول الحمد لله. أشكرك بارك الله فيك. بارك شكرا الله. أخوك. أريد ينتشر هذا الكلام، ينتشر، ومقطعها هم ينتشر، مو أنه يعني يسووا مقطع ينشروه. شوفوا، إحنا بنت في فترة المراهقة 14 سنة وتعيش في بلاد استراليا منفتحة بعيدة عن الدين، ودولة بعيدة عن المجتمع، أصلا هو مو متدين. وهي شوفوا إخواني، رسالة، أمها ربتها خير تربية، بيتهم بحفاظ وتربية والتزام. تقول أنا محجبة محتشمة، وأشوف صديقاتي راح يسوون أشياء مو زينة، وتقول أنا أتأذى، تقول أنا أغار، ولكن أفكر أنه هذا حرام والله ما يقبل، وملتزمة ومتمسكة بدينها. إخواني أخواتي اللي تعيشون بالعراق وفي الدول الإسلامية، هذه حجة عليكم يوم القيامة. البنات اللي الآن على حال علاقات وارتباطات وسوالف تعبانة، هذه حجة عليكم يوم القيامة، هذه حجة عليكم يوم القيامة. تصوم وتصلي، الصوم صوم مستحب، وتقرأ القرآن باللغة الإنجليزية، هذه حجة علينا. فإذا يمكن الإنسان أن يمسك نفسه حتى لو كان في استراليا، يقدر يمسك نفسه حتى لو كان في أفسد أماكن المجتمعات، بس المهم أن أهله أمه تشتغل وتربي، وهو يكون صاحب إرادة. بس أقول لها يا بنتي يا عزيزتي، أنت هواية واعية، أنت أوعى من كثير ممن يدعون الوعي، وأنت أتقى ممن كثير ممن يدعي التقوى. أنت رمز، واقعا أنت رمز، بس تخافين. هذا نزغ الشيطان يجي، فإذا أصابك نزغ من الشيطان فاستعذ بالله من الشيطان. قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تقولين أنا العام الماضي كان عندي هالوسوسة والحمد لله راحت. الآن هم ادعي الله سبحانه وتعالى. أنا هم الآن أمام قبة أميونين أدعو لك، اللهم بعلي بفاطمة بالحسن والحسين، يا رب شافي هذه ابنتنا الطيبة، ابنتنا المحجوبة المحترمة العفيفة، اللهم
شافها مما ابتليت به من نزغ نفسي وشيطاني. لا تتأذين، لا تبكين بابا، وانت في سلامة من دينك. وهذه الأفكار اللي تيجي على حال ابعديها بالاستغفار والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. وأنا أسألك الدعاء، أنا شخصيا أسألك الدعاء، لا تنسيني من الدعاء حبيبتي.